أهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب القهوة. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى في حلقة تكتيكية لمباراة مصر واستراليا يوم الجمعة إن شاء الله. خلاص احنا دلوقتي بنلعب في دور ال 32 والمواجهة لا تقبل القسم على اتنين. الخصم هو منتخب استراليا. الوهلة الأولى ممكن تفتكر إنها مواجهة سهلة أو إنهم شبه نيوزيلندا اللي اتعاملنا معاها قبل كده، لكن الحقيقة إن استراليا مش نيوزيلندا خالص. والماتش ده هو ماتش العمر بالنسبة لمنتخب مصر، لأنه قادر يودينا في مكان عظيم. احنا قدام مواجهة تكتيكية معقدة قدام منتخب بيلعب بكلاحة كروية من الطراز الأول، وبيركن الأتوبيس حرفيا بطريقة 5-4-1. منتخب استراليا بيمر بعملية إحلال وتجديد مذهلة. القوام الأساسي للفريق كله من سن 20 ل 22 سنة، ما عدا 3 لاعبين فوق السن. يعني منتخب حيوي وشاب وعنده معدل أعمار يخليه يروح معاك ل 120 دقيقة وهو مستريح. أهم لاعب عندهم هو الجناح السريع اسمه أراندا كونا، لاعب واتفورد الحالي وناشئ بايرن ميونخ. اللاعب ده سريع جدا في التحولات وما ينفعش نسيب ليه أي مساحة خالص. مدرب استراليا مدرب مرن جدا، لعب 3 مباريات اللي فاتوا ب3 طرق مختلفة. يعني فرقة عندها مرونة تكتيكية عالية، ومدرب فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه. نقاط قوة استراليا اولها متوسط اطوال لاعبي استراليا بيوصل ل 186 سم. حارس المرمى بتاعهم 190 سم، وقلبين الدفاع بتوعهم 198 سم و194 سم. دي نقطة مهمة جدا لأن منتخبنا عانى في ماتش إيران في الصراعات الهوائية والكرات التانية. تاني نقطة قوة عند استراليا هي الكرة التانية، ودي نقطة قوة الأساسية بتاعتهم. لازم نتجنبها لأن هم بيقدروا يكسبوا الكرات الساقطة في مناطق الجزاء ووسط الملعب. منتخب استراليا بيعتمد في التحضير على الخروج بالكرة من ناحية اليمين، من خلال خلق تفوق عددي في الناحية اليمين بلاعب من خط الوسط. ولما بيتأخروا في النتيجة بيتحولوا فورا لضغط عالي مرعب، يعتمد على الرقابة الفردية بشراسة كبيرة لاستعادة الكرة بسرعة. منتخب استراليا عنده عيوب قاتلة نقدر نلعب عليها. استراليا منتخب مش بيحب الاستحواذ على الكورة. هم من أقل فرق المونديال تمرير ومن أقل الفرق صناعة للفرص المحققة. هم بيعتمدوا على الصبر الغير طبيعي في مناطقهم، يسيبوا الكورة خالص ويستنوا غلطة واحدة ويعملوا التحول الهجومي السريع عن طريق سرعات إيران تاكونا ومحمد توريه. عيبهم التاني عندهم بتظهر لما بتضغط عليهم وقت بناء اللعب، بتعمل لهم مشاكل كبيرة خلف خط الدفاع. ازاي كابتن حسام حسن يتعامل مع تكتيك استراليا؟ اولا ممنوع العرضيات العالية تماما، وفي نفس الوقت استغلال الاطراف لفتح مساحات بعرض الملعب، واللعب السريع على الارض عشان نقدر نضرب التنظيم الدفاعي بتاعهم ونعتمد على العرضيات الارضية الزاحفة. تاني حاجة في الكرات الثابتة والدفاعية لازم نعتمد على أطوالنا، عشان كده حسام عبد المجيد لازم يبدأ أساسي وجنبه ربيعة. وضروري نعتمد على حمدي فتحي في وسط الملعب كلاعب ارتجاز جنب مروان عطية عشان نمنع التحولات العكسية. التشكيل الأفضل بالنسبة لي هو 4-3-3. شوبير وقدامه حسام عبد المجيد ورامي ربيعة قلوب دفاع، هاني ناحية اليمين وكريم ناحية الشمال عشان إصابة فتوح ربنا يشفيه. نص الملعب 2 ارتجاز حمدي ومروان، وقدامهم إمام عاشور عشان نستغل تسديداته. في الناحية اليمين صلاح وفي الناحية الشمال تريزيجيه وقدامهم مرموش. الماتش ده محتاج هدوء وصبر واستغلال الفرص. في نهاية الحلقة قولوا لي توقعاتكم ايه لنتيجة المباراة. قعدتنا خلصت بس الكلام في ملعب القهوة ما بيخلصش. سلام يا كباتن.